السلام عليكم واش الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وتكونوا مزيان وتكونوا بصحه جيده. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نتعرفوا على اثمنه مواد البناء 2022 لانها تصدرات في شهر 11. دونك اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نبداو بالحديد. دونك كنعرفوا الحديد يعني انواع. نبداو بالحديد ديال الستة. عندنا جوج ديال الانواع، عندنا الحديد التور وعندنا الليس. بالنسبه للحديد ديال الستة التور عندنا كيتقام ب1060 درهم للقنطار، وبالنسبة للحديد ديال الليس عندنا كيتقام للقنطار ب1030 درهم. هذا بالنسبة للحديد ديال الستة. أما بالنسبة للحديد ديال 8 و10 12 14 و16 فهو كيتقام ب1030 درهم، وبيان سور للقنطار. دونك دابا غادي ندوزو للطوب الإسمنتي. دونك بالنسبة للطوب الإسمنتي فهو حتى هو أنواع. دونك كاين ديال 20 على 50 كيدير 5 دراهم و80، وكاين ديال 15 على 50 كيدير 4 دراهم و80، وكاين ديال 10 على 50 كيدير 4 دراهم، وكاين ديال 15 على 40 بالنسبة للماكينة العادية كيدير 2 دراهم و50، وبالنسبة 10 على 40 الماكينة العادية كيدير 2 دراهم. وبالنسبة للشبكة كيتراوح الثمن ديالها ما بين 85 و 120 درهم، يعني المتر كاري حسب الجودة. بالنسبة للإسمنت فيها جوج ديال الأنواع، كاينة سي بي جي 45 وكاينة 35. بالنسبة ل45 الثمن ديالها 78 درهم، وبالنسبة ل35 الثمن ديالها 74 درهم. وهادشي الصاك كيكون فيه 50 كيلو للخنشة اللي كتكون في الخنشة. أما بالنسبة للبيضة السيمة البيضاء فهي الثمن ديالها 120 درهم، والصاك فيه 40 كيلو. بالنسبة للسلك والمسمار فهو الثمن ديالو 16 درهم للكيلو. أما بالنسبة للياجور، الياجور تا هو فيه أنواع. النوع الأول هو 15 على 50 والثمن ديالو 7 دراهم، وكاين 7 على 25 الثمن ديالو 2 دراهم، وكاين 10 على 25 الثمن ديالو 2 دراهم و40، وكاين 15 على 25 الثمن ديالو 2 دراهم و90، وكاين الياجور ديال 3 اللي هو الثمن ديالو 1 درهم و60. غادي ندوزو دابا الانواع ديال الوردي اللي كيتستعملوا بزاف. عندنا 3 ديال الانواع، كاين الوردي ديال 16 بيان سور على 52، وكاين الوردي ديال 12، وكاين الوردي ديال 8. بالنسبة للوردي ديال 16 الثمن ديالو 4 دراهم و80، والوردي ديال 12 4 دراهم و20، والوردي ديال 8 فهو الثمن ديالو 3 دراهم و80. أما بالنسبة للبوترين فعندنا جوج ديال الأنواع، كاينة البوترين العادية وكاينة مضاد للزلازل. بالنسبة للبوترين العادية الثمن ديالها كيتراوح ما بين 24 درهم حتى ل 32 درهم، يعني المتر لينير، وبيان سور على حساب الجودة. أما بالنسبة للمضادة للزلازل كيبدا من تقريبا 52 درهم اللي كيبدا الثمن ديالها. نتمنى هذا الفيديو هذا الاخوان يعجبكم، ونتمنى تشجعونا بشي لايك وكومونتير. اي واحد عنده شي تساؤل او لا شي حاجه يخليها ليا في كومونتير، يعني اللي عنده شي سؤال ولا ما فهمش شي حاجه ولا بغى يدير شي حاجه وبغى يسول يخليها ليا في كومونتير وانا غادي نجاوب. وشكرا لكم.